السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم؟ كل سنة وانتم طيبين. موسم البرتقال قرب على النهاية، نحاول نديروا عصير لرمضان، جزر وبرتقال حلو بكل، جربوه. ناخدوا كمية من البرتقال، نغسلن كويس، والجزر وبرتقال ناخد القشرة بتاعها الخارجية ونجففها ونطحنها، حلوة بكل نكهة البرتقال في الكيكات. ناخد الجزر ونقطع دوائر مش غليظة واجد عشان تطيب كويس، ونحطها على كسرولة على النار، تاخد غلوة لمدة ربع ساعة، وما نخليهاش تنهري زين. بعد ما تطيب ناخد منها كمية، ناخدها نفرزها مع البرتقال، والباقي نخليه يكمل تطيبه زين، يعني حنهرسه ويقعد واتي ينضاف للعصير. وهذه بعد ما طاب نقصت منه، هذا اللي حنفرزه مع البرتقال اللي قشرته، والباقي نعصر عليه ليمة ونحط عليه سكر، كمية سكر، ونخليه يطبخ مش واجد، حنحس انه ينهره. وانا البرتقال قطعته دوائر وحطيت معاه الجزر اللي ما طابش نص استواء، ونحطه في حفاضات، ونحط على كمية اللي نبي نستخدمها، نطلعها من الفريز ونصبرها للمية، وبعد ما نخلطه نصفيه عصير ولا أروع من هيك. هذه الكمية اللي درتها، والباقي حاولت ان نحفظه زي ما هو عصير. وهذا جزر بعد ما طلعته نضربه بالخلاط، ونضربه بالهاند بلندر يقعد ناعم، ونكيسه حتى هو، ونطلع ونضيفه مع اي عصير، حتى عصير ليم يمشي معاه. وهذا الشكل النهائي. استخدمته العصير ودرنا منه كيكة برتقال، درناها من القشور، وصحة وعافية.